السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا دايما معانا بخير وبصحة وسلام وسعادة. وحشتونا جدا 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 من اخر فيديو عملناه. طبعا بنعتذر لحضراتكم ان احنا بقالنا كده شوية، يعني بقالنا بتاع اسبوع تقريبا ما بنزلناش فيديوهات يعني. حصلت ظروف كده فاخرتنا، فالحمد لله يعني. فالنهارده ان شاء الله جايه لكم بقى بوصفة جميلة هتنفع كل الناس وهتفيد كل الناس، وخاصة الناس اللي هي حابة تبدأ تغير حياتها وتبدأ في الدايت، او الناس اللي بتحب الاكل الصحي الخفيف اللي هو قليل الدهون، قليل ما بيزودش الكوليسترول في الدم، حاجة كده مفيدة ما بتتعبش القولون، خفيفة على المعدة، يعني صحي ومفيد. ان شاء الله كده تابعي معايا، وان شاء الله كده هنعمل سلسلة فيديوهات للاكل الصحي، الاكل قليل الدهون، علشان اللي عايز يقلل من وزنه ويعمل دايت ويعمل رجيم كده صحي. زي ما احنا عارفين كده ان الرجيم مش تعمليه يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا شهر ولا حتى سنة، لا، الرجيم ده عبارة عن اسلوب حياة، اسلوب حياة صحية. امشي اسلوب حياة صحية ليكي ولصحتك ولأسرتك، واحدة واحدة زي ما اتفقنا مع بعض، معا للتغيير. كلنا هنبدأ مع بعض، والكلام ده بقوله لكم انا، الحاجات دي بجربها طبعا معاكم عن تجربة شخصية. كلنا كده يلا بينا نبدأ مع بعض، وكلنا كده نوزن ونبدأ مع بعض اكل صحي، ونمشوا مع سلسلة الاكل الصحي اللي احنا هنبدأوه. وهعمل فيديوهات عن النصايح، وفي خشي برضو عندي على القناة، عندي فيديوهات بتتكلم عن الدايت وعن المشروبات الصحية وعن التخسيس. ان شاء الله في مجموعة سلسلة فيديوهات هتبدأ، لان انا معاكم معا للتغيير. انا اول واحدة فيكم بادئة معاكم النظام دوت، وان شاء الله كلنا ننزل في الوزن، وكلنا كده نبقوا بصحة كويسة. انا اولكم وانتوا معايا، يعني كلنا كده نبقوا اسرة واحدة. والنهارده كده جايه لكم بوصفة مكرونة دايت. كلنا طبعا بنحب المكرونة، كلنا بنعشق المكرونة. زي ما قلت لك، ما تحرميش نفسك من حاجة، كلي كل حاجة بس بطريقة صحية، طريقة طبيعية، تاكلي كده من غير ما تأنبي ضميرك. عايزين ناكل من غير ما نأنب ضميرنا، هناكل كل حاجه، بس طبعا مع تقنين الكميات وتقليل الدهون. تابعي معايا بقى وصفه المكرونه الدايت التحفه دي. بصي بقى دلوقتي احنا معانا ده ما يقرب كده من كيس مكرونه صغير، ده كيس الا ربع. ومعايا هنا البهارات اللي احنا هنستخدمها، عباره عن معلقه فلفل اسمر صغيره، معلقه كزبره صغيره، معلقه شطه كده ما تسكرش كده عشان تطعم الاكل، قرن فلفل كده متقطع قطع صغيره، عايزاه بارد عايزاه حامي مفيش مشكله، معلقه ملح صغيره قوي، برده مش عايزين نكتر في الملح علشان برده الملح ده بيخزن ميه في الجسم وبيحبس السوائل في الجسم. وان شاء الله هقول لكم على نوع ملح في الفيديوهات اللي جايه صحي ومفيد وبيمنع تخزين الميه في الجسم. ومعانا هنا ما يعادل معلقه خل صغيره، معلقه خل، معلقه اكل يعني بتاعت الخل. وهنا معانا بقى طماطم مضروبه في الخلاط، ومعاها بصلايه متوسطه. ضربت الطماطم والبصلايه في الخلاط هنا مع بعض. ودلوقتي كده معانا على البوتاجاز حبايبي، معانا الحله فيها ميه سايباها بتغلي على النار. لازم تسيبي الميه بتاعتك تغلي كويس جدا علشان المكرونه تنزل على ميه سخنه بتغلي جامد جدا، عشان تتاكدي ان النشا اللي في المكرونه نزل. كل ما الميه تكون سخنه معاكي وبتغلي جدا هتقلل من النشا الموجود معاكي في المكرونه. زي ما اتفقنا هنمشي مع بعض اكل صحي ومفيد وخطوه خطوه. ودلوقتي حبايبي الميه بصوا كده معانا، الميه غلت زي ما قلت لك. تخلي الميه بتاعتك تسخن وتغلي كويس جدا عشان المكرونه تنزل على ميه سخنه بتغلي، عشان تتاكدي ان كل النشا اللي في المكرونه يعني ينزل في الميه. تبداي كده تقلبي المكرونه بتاعتك عشان ايه ما تلزقش. تبداي كده وتسيبيها بقى ايه تغلي كده، تغلي. طبعا ايه كل ما المكرونه تغلي كويس جدا تتاكدي ان النشا بتاعها ايه نزل، بحيث ان انت تضمني ان انت تاكلي اكل صحي ومفيد ويساعدك على نزول الوزن بطريقه اسرع. وطبعا قبل كل وجبه لازم طبعا زي ما اتفقنا وقلنا في فيديوهات قبل كده تشربي كوبايتين ميه قبل كل وجبه. طبعا السلطه الخضراء دي اساسي جنب كل وجبه.
هعمل لكم ان شاء الله في سلسله الفيديوهات اللي جايه باذن الله مع بعض، هنتابع مع بعض. هنعمل بقى وصفات للسلطه الخضراء اللي تنفع للدايت، اكلات دايت، حتى الحلويات هنعمل وصفات حلويات دايت بحيث ان انت تاكلي كل اللي نفسك فيه، وان شاء الله تنزلي في الوزن وتوصلي كده للي انت عايزاه، ومعا للتغيير، معا لحياه افضل، معا لصحه افضل، وحتى اللي وزنها كويس ووزنها معقول للمحافظه لصحتك. كوليسترولك هيبقى مظبوط، دهونك الثلاثيه هتبقى مظبوطه، وزنك هيبقى متظبط، ضغطك هيبقى متظبط لما دهونك تبقى قليله، لما ملحك يبقى قليل، كل الكلام ده هيظبط صحتك، صحه افضل. واحده واحده كده مع بعض، وتابعي معايا، ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك. وعايزه بقى لايكات وتفاعل على الفيديو ده، علشان ان شاء الله انزل بقى فيديوهات زي ما قلت لكم، سلسله فيديوهات للاكل الصحي والدايت للمساعده على نزول الوزن بطريقه سليمه وصحيه وامنه. بصوا كده حبايبي بقى المكرونه بدات تغلي كده معانا، بصوا وصلت كده لغليانها كده، بصوا خلاص بدات نضجت معانا كده المكرونه. هنبدا بقى نصفيها ونرجع بقى نعمل التسبيكه مع بعض. بصوا كده حبايبي بقى المكرونه كده معانا اتسلقت، وصفيناها وشطفناها بميه ساقعه، وحطيناها كده في المصفى تتصفى. وهنبدا مع بعض بقى نعمل التسبيكه بتاعه المكرونه الصحيه اللي هي السر فيها في الدايت، اللي هي مكرونه دايت. ليه؟ لان التسبيكه بتاعتها بدون دهون خالص، لا زيت بقى ولا سمنه ولا اي حاجه، بيور. هنبدا كده معانا الحله اللي انا سلقت فيها المكرونه، صفيتها وشطفتها عشان ما تطلعيش لنفسك مواعين كتير، خليكي ذكيه. وهتبداي تشغلي معايا البوتاجاز كده، تبدا الحله بتاعتك تسخن من غير دهون خالص، لا حطينا زيت ولا سمنه. بصي الحله بتاعتي فاضيه ما فيهاش اي دهون عشان تبقى صحيه وطبيعيه، وتاكلي كده منها من غير ما تحسي كده باي حاجه، وما تزودش معاكي الوزن ولا اي حاجه. اول ما الحله بتاعتك تبدا تسخن كده، تبداي تنزلي بالطماطم زي ما قلت لك، طماطم مضروبه في الخلاط مع بصلايه متوسطه مضروبه مع الطماطم في الخلاط، وتبداي كده تسمي الله وتنزلي وتسيبيها تغلي كده، الصلصه بتاعتك تغلي، وتبداي تحطي بقى معانا زي ما اتفقنا معلقه الخل اللي اتفقنا عليها، هتدي طعم وهتدي تيست. والخل طبعا مفيد وصحي وبيعادل الحموضه وكل حاجه، وبيساعد برده في نزول الوزن وكل حاجه، مفيد صحي ومفيد. ومعانا زي ما اتفقنا البهارات، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه كزبره، رشه شطه صغيره، معلقه ملح صغيره، ومعانا قرن فلفل متقطع قطع صغيره. هتبداي برده الفلفل برده طبعا خضار، وهيدي المكرونه قيمه غذائيه اعلى، وطبعا صحي ومفيد للدايت. تبداي كده تقلبي بقى بهاراتك بقى والخل بتاعك والصلصه بتاعتك البيور الطبيعيه اللي من غير دهون، صحي ومفيد. هتاكلي وهتحسي كده ان انت مبسوطه، مش محرومه من حاجه، وفي نفس الوقت حاجه صحيه، حاجه طبيعيه من غير دهون، من غير ما دهونك تعلى، من غير. وتبداي كده بقى تهدي النار، تخليها وسط، وتغطي كده على الحله بتاعتك عشان تبقى احلى تسبيكه مكرونه دايت تاكليها معانا. بصوا بقى كده حبايبي الصلصه بتاعتنا بدات كده بصوا بدات كده، بصوا تبقبق كده بقى معانا وتتسبك بقى معانا، طبيعيه وصحيه زي ما اتفقنا، من غير دهون ولا اي حاجه، حاجه كده صحيه لنزول وزن صحي وبامان. تبداي بقى تنزلي المكرونه كده بتاعتك، تبداي بقى تنزلي بالمكرونه بتاعتك المسلوقه كويس جدا، ونزل النشا بتاعها كله في الميه، وتصفت واتغسلت كده بميه ساقعه، وتصفت في المصفى. تنزل بقى على احلى تسبيكه صحيه من غير اي دهون. بصي الجمال، صدقيني الريحه تحفه وقلب الدنيا، ريحتها جميله، حاجه خفيفه وصحيه. هتاكلي كده وتحسي كده ان انتي ما فيش حرمان، كل حاجه بتاكليها طبعا مع تقنين الكميات بدهون قليله، هتلاقي وزنك نزل في اسرع وقت ممكن. زي ما قلت لك في فيديوهات قبل كده معايا، تابعي وان شاء الله هتخسي من غير ما تحسي. تابعي معايا كده سلسله الاكل الصحي، الدايت الصحي المفيد الجميل، وان شاء الله باذن الله معا للتغيير كلنا لحياه افضل، لصحه افضل، لوزن افضل. ومعايا ان شاء الله باذن الله هتخسي من غير ما تحسي. بصي بقى هنسيبها كده تغلي غلوه،
بصوا بقى حبايبي المكرونه طالعه تحفه ازاي، بصوا شكلها جميل ازاي، بصوا بقى قرن الفلفل اللي احنا خرطناه وحطيناه. طبعا زي ما انتوا عارفين العين بتاكل قبل البق. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه، اكل صحي ومفيد، وهتاكلي وهتخسي من غير ما تحسي. تحفه. للي عايز ينزل وزنه، للي بيعمل دايت، للي عايز دهونه ما تعلاش في الدم، للي عايز يقلل الكوليسترول، للي عايز القولون بتاعه يبقى صحي. تاكلي وما تحسيش كده انك تعبانه ولا همدانه ولا تحسي بحموضه ولا اي حاجه. اكل صحي ومفيد، وبالف هنا وشفا على قلوبكم مقدما. طبعا انت لو بقى ماشيه على نظام ودايت وكده، طبعا هتغرفي من 7 ل 9 معالق بالكتير. 7 ل 9 معالق هتغرفيهم في الطبق زي ما اتفقنا. هناكل اكل صحي من غير دهون، مكرونه دايت من غير اي دهون خالص. عملناها ريحتها تحفه، طعمها تحفه، شكلها تحفه. وفي نفس الوقت هما من 7 ل 9 معالق مع قطعه البروتين بتاعتك، وهتاكلي وهتشبعي ومش هنحرم نفسينا زي ما اتفقنا، ومعا للتغيير، وهنخس من غير ما نحس. وان شاء الله نلقاكم في سلسله حلقات الاكل الدايت لنزول وزن صحي بطريقه امنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.